بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا عامل الفيديو ده ابارك فيه لجماهير النادي الاهلي وابارك فيه للنادي الاهلي. طبعا احنا زعلانين كلنا على خسارة الماتش الاهلي وفلومينيزي البرازيلي، لكن انا كنت فخور جدا ان انا بتفرج على فريق عربي افريقي يشرف الكرة الافريقية والكرة العربية والافرو اسيوية بشكل عام. آه، طبعا هارد لك ان شاء الله في البطولات الجايه. لكن انا فخور جدا وكنت قاعد وكنت متحمس وكنت قلقان وكنت متفاعل مع كل هجمه. طبعا للاسف احنا ضيعنا فرص كتير في الماتش، وطبعا ضغط مباراه الاتحاد اثر كتير جدا على لعيبه النادي الاهلي في مباراه فلومينيزي، وهم نزلوا في الشوط الاول بكل حماس بكل شغف بطريقه لعب اوروبيه. فانا كنت فخور جدا ومش زعلان، لان انا عارف ان النادي الاهلي ان شاء الله في البطولات الجايه هيبقى احسن واحسن واحسن، لان النادي الاهلي بقت عاده انه يبقى موجود في كاس العالم، وبقت عاده انه ياخد بطوله افريقيا. فده نادي بطولات وارد جدا ان هو ما يوفقش في ماتش، يخرج من بطوله. لكن احنا عندنا النادي الاهلي ده يعني هو يعني بقى تعطينا امل. انا راجل، انا مغترب، بيبقى الواحد نفسه يفرح، نفسه يشوف حاجه حلوه. بصراحه اتبسطت، وشيء مشرف جدا جدا جدا. فريق النادي الاهلي شيء مشرف يرفع الراس، واحنا طبعا متعودين. احنا في مصر، مش عشان انا مصري، لكن انا الفرق المصريه زي النادي الاهلي بيرفع الرؤوس، ومصر دايما بترفع الرؤوس. واحب ابارك للنادي الاهلي، احب ابارك لجماهير النادي الاهلي، وهارد لك في البطولات الجايه، وتشرفونا دايما ترفعوا راسنا. بصراحه انا شفت كاس عالم للانديه في السعوديه مشرفه وجماهير مشرفه. وجود النادي الاهلي في كاس العالم انديه في السعوديه ادى لكاس العالم في السعوديه مذاق تاني خالص. جماهير بسم الله ما شاء الله، استاد القاهره ومنظمين بطولة كأس العالم أندية في السعودية مهيئين الوضع تماما ومتعاونين جدا، يعني لدرجة إن هما في ماتش الاتحاد ده، والاتحاد ده فريق سعودي، النادي الأهلي لما كسب شغلوا أغاني للنادي الأهلي بعد الماتش. لا قفلوا النور ولا حصل شغب، ولا بالعكس، ده الجمهور السعودي تفاعل. طب أنا راجل في السعودية مغترب، بعد الماتش بيوم كنت في مول من المولات، لقيت جماهير سعوديه لما شافوني شاب مصري قعد يقولوا ايه الطعميه غلبت الكبسه، ايه الطعميه، ويضحكوا ومتفاعلين اكننا اخوات. والله انا يعني يعني مش قادر اقول، بس بقول ان دول جماهير اهلاويه من اللي انا شفته من التفاعل. يعني كانوا بيقولوا على الجماهير السعوديه جماهير متعصبه، وده جماهير مش عارف ايه. والله الجماهير السعوديه والشعب السعودي في كاس العالم للانديه ادى صوره للعالم كله ان هي جماهير محترمه بتشجع ناديها، بقى بس جماهير محترمه. حتى وانا شغال في المطعم هنا الشباب اللي جايين برضو بيتكلموا كلام محترم. فانا احب اوجه رساله للنادي الاهلي، الف مبروك، احنا مش زعلانين، ان شاء الله الاحسن، احنا مستنيين الافضل للنادي الاهلي وللكره العربيه عامه، كان الكره العربيه في السعوديه ولا في الخليج عامه. والف مبروك، والف مبروك للتنظيم الجيد للمملكه العربيه السعوديه، وان شاء الله عقبال كاس العالم ان شاء الله للبلدان يعني ان شاء الله. والف مبروك.